إيه الضرر اللي ممكن الشركات دي تسببه على الموظف؟ انا عايز اقول لك في ناس بتروح لدكاتره نفسيين بسبب الشركات دي. في ناس بيجي لها ضغط وسكر وبياخد ادويه مزمنه ضغط وسكر وامراض، وده حقيقه يعني دي ناس موجوده يعني. خلاص. بسبب الضغط النفسي وان هو ما عندوش بعض الاحيان بيبقى اوبشن ان هو يروح في شركه تاني، فبيضطر ان هو يستنى في الشركه دي بيقبل اي حاجه. فبتلاقي بقى جاله ضغط سكر، مخنوق، يخش البيت. الستات تقول لك ده ما بيضحكش ولا بيهزر معاه بس هو قاعد في شركه توكسيك. فهو بيبقى كله مشاكل، فبيروح البيت مش قادر، بتروح البيت مخنوقه مش قادره حتى تقعد مع اطفالها او تقعد مع عيلتها. كل الحاجات دي خلاص دي بتسببها بعض الاحيان. في ناس بتخش كويسه في شركه تقعد بعد سنين تحس ان هي اتحولت، بقت شريره او بقت عندها، بسبب الطاقه السلبيه اللي موجوده في المكان اللي خلتها تتعود